إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما النصر إلا من عند الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قولوا لا إله إلا الله. يا إخوة، الإسلام للأسف الشديد إحنا بعيد عنه حتى في كل حاجة، في الأكل والشرب والزواج. يعني أخ بيسألني لما بنقول مثلا هوية الإسلام في الزواج إيه؟ هو النبي صلى عليه، النبي جوز بنته السيدة فاطمة رضي الله عنها لسيدنا علي رضي الله عنه كام؟ بدراهم. جاب لهم إيه؟ حتة فرشة يناموا عليها وحاجة يضغطوا بيها وقعب ماء يشربوا فيه وبس. ده اللي وارد في الروايات. بس جه يبيع الجمل علشان يدفع المهر، قال له لا، خلي الجمل ده محمول، خلي السودوكي بتاعتك كده، ده اكل عيشك عليها يا علي، انت هتبيعها وتاكل منين يا علي، خليها معاك يا علي. هكذا سيدنا سعيد بن المسيب سيد التابعين في المدينه المنوره لما ارسل ولاد عبد الملك بن مروان عايزين بنته الرباب لابنهم امير تبقى في بيت الملوك، مرضاش، وجوزها لمين؟ جوزها لعبد الله بن ابي وداع، فقير مراته ماتت بقى لها 3 ايام، وبعد ما جوزها للفقير اللي مراته ماتت بقى لها 3 ايام ما بيوحدوش الله ليه؟ قولوا خايفين تقولوا لا اله الا الله ولا ايه؟ قولوا يا عم لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. المساجد زمان كان صوت الذكر وهو اللي بيطغى على كل صوت في الارض، مش الاغاني، مش الاغاني، مش الاغاني، مش الاغاني، انما صوته هوية الإسلام، القرآن، وحي الله. بيقول لما سيدنا سعيد بن المسيب بيسأل على عبد الله بن أبي وداع ما بيجيش الجامع ليه؟ قال له مراته ماتت. بعد 3 أيام جه عبد الله فقال له تحب تتجوز يا أنا؟ قال له منين ده، ما معيش غير درهمين. درهمين يعني خليه 2 جنيه، يعني ايه 2 جنيه؟ صليت على حضرة النبي. قال له طيب قول لي اللي عنده عروسه وعايز يجوزها. قال له ازاي؟ قال له هتشوف، ما توحدوا الله. هو انت ما تعمل حاجه لله او في سبيل الله او في المسجد؟ ده الرسول بيقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار، فحره صغيره بتاخد بيض العصفوره، فحره صغيره او حفره، بلاش الحفره دي، حفره صغيره في الارض بتحط فيها بيضه العصفوره. بنى الله له بيتا فين؟ ردوا عليا فين؟ في العبور الجديده. رد عليا في العاشر. ما توحدوا الله في التجمع، في مش عارف في مدينه نصر، لا في الجنه، في الجنه. فسيدنا عبد الله بن ابي وداع قال له استحيا كده وسكت. قام منادي سيدنا سعيد بن المسيب على الناس اللي في الجامع وقال ان استخرت الله تعالى وزوجتك يا عبد الله يا ابن ابي وداع ابنتي الرباب على كتاب الله وسنه رسول الله. قال له قابلت. قال له العروسه هتجي لك بالليل، واداله العروسه، بداله العروسه ومعاه درهمين. انا عايزك توحد الله. وبعد شهر حماه. ما توحدوا الله. فين الثلاجه؟ فين الديب فريزر؟ فين الغساله؟ الفول اوتوماتيك؟ فين الله؟ فين الله؟ قول اللي انت عايزه. هويه الاسلام مش كده خالص. ولذلك الرسول بيقول اكثرهن بركه ايسرهن مؤنه. ما توحدوا الله. راح يزور جوز بنته بعد شهر فاعطاه 20,000. ده ايه؟ ده ابو العروسه اللي دفع، ده ابو العروسه 20,000. نعم. ليه؟ لان هو ده دين الاسلام العظيم، هو ده دين الاسلام الحقيقي، العطاء، الخير. اللهم اجعلكم جميعا من اهل الجنه، اللهم اجعل كل من صلى معنا من اهلها، وجميع المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم من انفق في سبيلك فاجعله يا رب العالمين مهرا له لبيت الجنه. اللهم لا تخرجه من بيتك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تمور يا عالم ما في الصدور. إن ضاقت بك الأحوال صلوا عليه، إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يصلي الله 10 على عبد يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. الله يستركم، الله يرضيكم. وإن شاء الله المسجد قاعد نشوف الصلاة دلوقتي بعد ما جت في الشارع في الحتة الجميلة دي ولسه بقى هتتظبط وإلى آخره. ادعوا إن ربنا يوفقهم ويعينهم ويعينكم ويوفقكم ويسعدكم ويرضيكم. اللهم اخلص على كل من أنفق، اللهم اخلص على كل من أنفق، ورد عليه بقدر عظمتك وسعتك وغناك، وأكرمه بقدرك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم.